بص انا عارف ان انت كنت بتستخدم تليفونك عادي جدا، وإذ فجأة مرة واحدة كده لقيت الصوت اختفى. والله انا كنت زيك برضه، حصل معايا نفس الموضوع وكنت قاعد مرووش. الفكرة بقى ان احنا في الفيديو ده هنحل مع بعض المشكلة دي بأسهل طريقة ممكنة، سواء بقى كان تليفونك سامسونج، شاومي، اوبو، ريلمي، اي حاجة يعني. ان شاء الله الطريقة دي تشتغل على اي تليفون. الاهم بقى هو انك لسه اول مرة تشوف الشخص اللي بيتحدث قدامك دوت، فانزل دلوقتي حالا اشترك في القناة. من غير كلام كتير يلا بينا. طيب اول حاجه هتعملها هو انك هتتاكد من ان مستوى الصوت بتاع تليفونك مظبوط على اعلى حاجه، وتتاكد برضه من وضع السايلنت او اي وضع تاني من الاوضاع اللي بتقفل الصوت على تليفونك انه مش متفعل. وبعد ما تتاكد وتلاقي نفس المشكله برضه لسه موجوده، هتعمل الحل ده. هتخش على البلاي ستور وتكتب في خانه البحث ديسيبل هيدفون ايرفون وتحمل الابلكيشن ده، واللي بالمناسبه هتلاقي لينك تحميل البرنامج تحت الفيديو في صندوق الوصف، وده طبعا توفيرا لوقتك اكيد. وبعد كده تفتح الابلكيشن، هتلاقي الواجهه بتاعته بسيطه قوي. هتدوس على الايقونه دي وهتلاقي السهم اتحول على ايقونه السبيكر، وبعد ما تخلص هتقفل التليفون وتعمل له ريستارت او اعاده تشغيل، وبعد كده هتلاقي صوت التليفون اشتغل معاك ورجع لطبيعته عادي جدا. وتقدر بعدها بقى تمسح الابلكيشن اللي انت حملته ده او ما تمسحوش وتسيبه عندك على التليفون، مش هتفرق. وبس كده يا معلم، الموضوع بسيط جدا. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو ده لو فادك، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، والاهم انك تفعل زرار الجرس عشان يجي لك كل النوتيفيكيشنز اول باول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بيس.